دي خناقه دي ولا ايه؟ مين بيتخانق وابو العزم في الحته؟ حد يستجري يرفع حسه وابو العزم موجود؟ ايه يعني سكتوا؟ خفتوا؟ مسيركوا طاعوا في ايديا. اللي يمس حد من اهل الحاره الا ابو العزم في توتها يبقى ضيع نفسه. الدنيا تقل خيرها يابا. كل واحد يقول لي هجيب لك شغل، هدور لك على شغل، وساعة الجد يطلع كلامه على فشوش. بالذمة مش مكسوف من نفسك وانت في السن ده وبتقول الكلام ده؟ دي بنتك على وش جواز، وطول عمرك ما عمرتش في اي شغلانة ولا هتعمر. حظ كده يابا، حظ كده. ده الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. انت اللي طول عمرك مش جدع. بص شوف اخوك راضي بيتضرب بيه المثل في الرجوله والجدعنه. ايه يابا؟ وانا كل ما اجيلك تقول لي راضي راضي راضي؟ طب اعمل ايه بس؟ ما انا بدور على شغل بس متقفله. اللي عايز يشتغل هيلاقي شغل، دي حاجه فاضيه. طب ايدي على كتفك يا حاج. ولو انك ما تستاهلش زي بعضه، تعال اشتغل معايا هنا في المشتل. مشتل؟ ايه وانت طول؟ لا يا حاج، مش القصد يعني. شغلك معايا هنا في المشتل يا عرفه اخر فرصه ليك. لو ناوي تبقى جدع هعلمك وافهمك. وانا يا ابني يلا حسن الختام. وهو المشتل ده برضه يسترك انت وبيتك، وهيبطلك بقى الحجج اياها انك بتتضايق في الشغل بره وبيتمريسوا عليك عشان كده تملي تسيب الشغل. ماشي يا حاج ماشي. طب سيبني بس كده ادورها في دماغي حبتين. دور يا فالح. ده حق انا اللي ادورها في دماغي، لان شكلك كده هتتعبني لما تشتغل معايا. مقبولة منك يا حاج. بقول لك ايه يابا؟ ايه تاني؟ ما تشوف لي معاك اي حاجه كده احسن، المسائل مشفوره وناشفه على الاخر. لا حول ولا قوة الا بالله. خد يا ابني. بس بقول لك ايه، ما تاخدش على حكاية مد الايد دي لانها مش عجباني. لا جدودك ولا ابوك ولا اخوك عمرهم مدوا ايدهم لحد. طول عمرهم بياكلوا من عرق جبينهم. طبعا يابا، ده شيء مفهوم. انا بمد ايدي لابويا مش لحد غريب. لو فاهم بجد هتمسك في فرصة شغلك في المشتل هنا بايديك واسنانك. باذن الله يابا، باذن الله. ادعي لي يابا، ادعي لي. خسرتك عرفه. انا مش قادر افهم. حد فيكم فهمني ازاي اهل الحته كلهم يسكتوا على حاجه زي كده؟ انا عن نفسي منعته يقرب ناحيه الاجزخانه وهددته لو هرب ناحيتها هبلغ البوليس. الواد ده لازم نأدبه. تأدبه؟ هو تلميذ عندك يا استاذ شاكر؟ بقول لك ايه، ابعد انت عن الموضوع ده. انت مش حمل غلاسه عبده. الله، طب ما نكلم ابوه. ابوه؟ ابو العزم ده مش دريان بالدنيا، ده عايش في ابو قديمه. جرى يا معلم، انت واخد صف عبده ولا ايه؟ انا مش واخد صف حد، انما بقول لكم على الكلام المفيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كويس انك جيت يا سرادي. الواد عبده ده لازم تسحبه على الاسم. ليه عمل ايه؟ خلاص بقى يا استاذ شاكر. ما تاخدش على كلام الاستاذ شاكر، دي حكايه بسيطه كده وعدني. الله، في ايه يا جماعه؟ لا مفيش حاجه يا راضي. لا في وانا هحكي للأستاذ راضي على كل حاجه. ايه بس يا راضي حبيبي، مالك داخل مبوظ كده ليه؟ ولا زعابيب امشير في ايه بس؟ خلاص مت انا يا نجاة. بعد الشر يا اخويا عليك، فلا الله ولا فالك. مت ايه؟ طولة العمر يا رب. تقومي تقف يا نجاة في الحاره تتخانقي مع الزفت اللي اسمه عبده ده قدام الرايح والجاي؟ يا حصلت لحد كده؟ اخص عليها حاره، لا هيبلغوك. ايه رايك بقى ان الحاره دي ما تبلش بقها فوله؟ وبعدين هو انا اللي رميت بلاها عليه؟ هو اللي رمى بلاها عليا ولقح كلام على بنتك، وانت عارف مراتك ما بتسيبش حقها. تقومي تمدي ايدك عليه يا نجاة. الله، افرضي الواد ده كان مبلبع حاجه ومد ايده عليك.
يمد ايده عليا؟ ده انا كنت قطعتها له من هنا. وبعدين يمد ايده على مين؟ ده انا مرات السور راضي على سنه ورمح. تستني الراجل بتاعك لما يجي يا نجاة وتحكي له على كل حاجه، ولما ما اجيبلكيش حقك لا انت ولا بنتك يبقى اعملي فيا اللي انت عايزه تعمليه. ولا انا مش مالي عينك يا نجاة؟ يا نهار اسود، مش مالي عيني ده ايه؟ ده انت تملى عين الباشا، اقول لك تملى عين الشمس نفسها. خلاص خلاص يا نجاة، بس حسك عينك يتكرر ده تاني، تفهم ولا لا؟ حاضر يا اخويا، عينيا الاتنين. ولما اموت يا ست بعملي اللي انت لا عاوزاه. والنبي ما انت قايلها، بعد الشر عليك ان شاء الله هو واللي جايبينه وعيلته كلها. طيب هاتيلي الجلابيه. حاضر، هسمعكم ام كلثوم كمان. مش وقت ام كلثوم ولا العزبي، احنا هنقعد نغني يا نجاة. هاتيلي الجلابيه عشان انزل الزفت اللي اسمه عبده ده. لا والنبي اعمل معروف. ما انا مش ممكن يا نجاة اقابله بالمير عشان ما يقولش ان انا بتحمى في البدله. هاتي الجلابيه. طب يا اخويا بس اهدى بالله، ما خلاص خلصنا من الموضوع ده. قلت لك هاتي الجلابيه. اوه هجيبها انا عشان خاطري يا حبيبي، خلاص بقى. عشان خاطري بقول لك سودا. يا النيلة. استنى بس يا راضي يا حبيبي، سيبيني يا بقول نجاة. لك والله ما محتاج راجل زيك يقف قدامه، ده محتاج واحده ست تنسل الشبشب على دماغه وتخلي اللي مشتري يتفرج عليه زي ما انا عملت يا اخويا. سيبيني يا نجاة، انا عايز اقدم الواد ده. عشان خاطر اخذ الشيطان، الصباح رباح يا حبيبي، وبعدين ده انا مالناش في الدنيا غيرك انت. عشان خاطر يا راضي، ممكن تسيبيني؟ عشان خاطر يا اخويا. سيبيني بقى يا عشان نجاة. خاطر الله. غيرك. يوه يوه عشان خاطر يا اخويا. بقول لك ايه، يمين بالله ما انت مخطيه عتبة الباب ده، فاهم ولا لا؟ الله يخرب بيتك يا عبد، هو ده اللي كنت خايفه منه وعامله حساب، والله يا حراك. في ايه يا نجاة؟ قابلت راضي نازل على السلم بقول له في ايه، ما ردش عليا. كويس انك جيت يا حاج. يا باسم خد جدك وانزل ورا ابوك. الله، ما تفهموني في ايه بس الاول. تعالي بس معايا يا جدي وانا هفهمك. تعالى. يا باسم اوعى ترجع يا اخويا من غير جدك وابوك في ايدك. خبر ابيض على كده. أول مرة أشوف بابا في الحالة دي يا ماما. ابوكي ده طيبة الدنيا كلها فيه، الحنية كلها فيه، بس يا خسارة ما بيطلع في خطبه زي الوحش الكاسر. خايفة عليه يا ماما. طبعا. ايه اللي خايف عليه؟ انا ليا غيره في الدنيا دي كلها؟ ده هو ابويا واخويا وسندي وابو عيالي، ما اقدرش اعيش في الدنيا دي من غيره. على فكرة بقى، أول ما يرجع أنا هفتن عليكي وأقول له على كل الكلام الحلو اللي أنتي قلتيه دلوقتي. ايه بس اللي بتقوليه ده؟ ما ده وقت هزار. عبده عمل ايه يا راضي؟ عكس بنتي وتعدى على مراتي وانا مش هسيبه. امسك روح دور عليه وهاته وارميه تحت رجليا هنا بعد ما تكسر عظمه، وانا نفسي مش هسيبه. بقى ابن ابو العازم يعمل كده مع ولاد حتته؟